استمرار غياب فتوح وعبد الله جمعة عن مباراة بيراميدز. انا مش عارف فين لجنة المناشطات وساكتة ليه على كل ده. اول حاجة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت في بداية الفيديو تصلي على النبي، ولو مش مشترك في القناة تنزل تشترك دلوقتي حالا وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهات جديدة. وما تنساش اللايك والشير للفيديو. كلنا عارفين قصة عبد الله جمعة واحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، وكان في منشطات ورئيس النادي، رئيس نادي الزمالك هو اللي قال كده، ودايما بيخرجوا بره القايمة. فين بقى لجنة المنشطات وساكنة على اللعيبة دي ليه وما بتعملش تحاليل ليها ليه؟ أنا مش عارف يا جماعة، في إيه؟ أنتوا متسترين على إيه؟ ده اللعيبة بتهرب وكل مرة بره القايمة. كل مرة ما بيحضروش تدريبات ولا تمرينات عشان ما يتعملش ليهم اختبارات. فين بقى؟ فين اللجنة دي؟ وساكتة ليه على كل ده؟ والله الواحد ما عارف، مش عارفين في إيه. إسلام الشاطر لاعب النادي الأهلي السابق ومذيع قناة الأهلي الحالي بيرد على المستشار مرتضى منصور وجمال عبد الحميد. بيردوا عليه في ايه؟ اول حاجه، المستشار مرتضى منصور طلع قال في فيديو ليه، قال لك ان الاهلي قدم رشوه لنادي الاتحاد السكندري عشان ياخد مروان عطيه. طب يا عم ايه هي الرشوه؟ قال لك قدم له كاس السله او دوري السله. ايه يا عم كاس السله ده اللي قدمه له؟ قال لك الاهلي بيقدم له كده ويدفع فيه فلوس ويدفع لعيبه عشان ياخد اللاعب ده. معقول الاهلي يتنازل عن بطوله عشان ياخد لاعب؟ مش من اخلاق النادي الاهلي ولا مبادئ النادي الاهلي. ده اللي اتعودنا عليه. والمشكله بقى ان جمال عبد الحميد طلع قال نفس البقين دول. هما انتوا عارفين طبعا كلكم، في ناس كده بتطلع نفس البقين اللي بيتقالوا بيقولوهم تاني. هما مبرمجين على كده. انما اسلام الشاطر كان ليه رد غير ده خالص. رد عليهم. والله فعلا الناس دي لو عندها بربع جنيه فكر فهتطلع تسقف له. اسمع معايا كابتن اسلام الشاطر بيقول ايه للكلام ده. يلا بينا. عموما عايز برضو اتكلم مع حضراتكم في امور اخرى، وهي ان يا جماعه اساس الرياضه والروح الرياضيه والاخلاق الحميده هو الكوره، او ان انا العب كره قدم باخلاق وبشكل جيد. الرياضه اسمها كده، الرياضه طول عمرنا بندرسها كده، الرياضه اخلاق، الرياضه اخلاق. احنا داخلين على مباراة قبل نهائي كاس مصر، وداخلين على مباراة أهلي وزمالك يوم السبت القادم. وبعدين مثلا أحد أعضاء مجلس إدارة أحد الأندية خرج بتصريح أنا يعني بشوف إنه تصريح كارثي، تصريح لن يمحى من التاريخ من كتر ما هو كارثي. قال كده: الأهلي قدم رشوة لما تنازل عن لقب السوبر السلة للاتحاد السكندري. اولا بعيدا عن النادي الاهلي، اولا لو حضرتك ما تعرفش جمهور اسكندريه يبقى ما تعرفش حاجه، او روح اسكندريه وانت تعرفهم. روح اسكندريه. ما ينفعش ان حد يتكلم على جمهور اسكندريه بهذا الشكل، او على نادي الاتحاد السكندري بهذا الشكل. بقى انا كنادي اهلي هروح ادي لهذا النادي الكبير والعريق، النادي الاتحاد السكندري اللي علاقاته متميزة وستظل دائما ما بين الجمهورين، هديله عشان اخد مروان عطية؟ يعني انت اختصرت النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري في مروان عطية؟ لعيب كويس وكل حاجة، ولكن انا مستعجب جدا ومندهش من الكلام اللي بيتقال على جمهور اسكندرية. يعني بدل ما نبني على موقف رائع زي ده نقول فيه ان الاخلاق اهم من البطولات، طلع حد يشكك في هذا الامر. والمفروض ان ده يكون سايد ما بين الانديه كلها، اولها اهلي وزمالك. واحد طالع يشكك في هذا الامر ويقول كلام لا يصح ان يقال على نادي كبير وجماهير كبيره وعريضه زي جماهير نادي الاتحاد السكندري. انا مش هكلمك على النادي الاهلي لانه النادي الاهلي لا يعني الموضوع اقل من ان انا اتكلم على كده، ولا الاتحاد كمان. ولكن عيب اللي انت بتقوله ده، الكلام اللي انت بتقوله ده عيب. يجب ان يتم تاسيس، احنا كده كده يا اخي الموضوع
بسيط، مباراه وانتهت. هو ده اللي قاله كابتن اسلام الشاطر. فعلا الرياضه اخلاق، اي رياضه في الدنيا اخلاق، سله، باسكت، قدم، يد، اي حاجه، حتى الفنون القتاليه اخلاق. ده اللي اتعودنا عليه. مش عشان خلاص عايز لاعب ابقى اتنازل عن بطوله، لا. فعلا نادي الاتحاد السكندري كان متفوق في المباراه، واللي حصل ده فعلا لولا اللي حصل كان هم توجوا بالسوبر، والاهلي اتنازل ليهم بناء ان هم يستاهلوا المباراه دي ويستاهلوا الكاس ده. وفي نفس الوقت النادي الاهلي مفيش حاجه جديده عليه، هي دي مبادئ واخلاق النادي الاهلي. انما هم بيفكروا في حته ثانيه. زي ما احنا عارفين هم مفيش حاجه اسمها عندهم رياضه وتنافس. نادي الزمالك ومشجعين نادي الزمالك على عيني وعلى راسي، انا ما اقدرش اغلط فيهم. انا بتكلم على المنظومه او الناس اللي قالت الكلام ده، لان فعلا مفيش حد عاقل هيقول الكلام ده. بس هي ده تفكيرهم وهو ده تفكيرهم وهو ده اللي هيوديهم في داهية، ونهايتهم بقى لها ربنا يستر علينا وعلى الجميع. يا ريت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. السلام عليكم ورحمة الله.